في خبر عاجل ومحزن وصادم، شهدت مدينة الكاف مساء الجمعة حادثة مؤلمة تمثلت في وفاة الشابة عبير الجبالي، أستاذة المسرح بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، وممثلة معروفة في الوسط الثقافي، وذلك بعد إصابتها بطلق ناري داخل منزل أحد أقاربها بمنطقة البياض على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. وحسب المعطيات الأولية فقد تم العثور على الضحية جثة هامدة داخل المنزل، فيما لا تزال ظروف الحادثة غامضة وتخضع للتحقيق، خصوصا مع تضارب الشهادات حول ما إذا كان الأمر حادثا عرضيا أو عملية قتل مقصودة. تعد الراحلة عبير الجبالي واحدة من الوجوه الثقافية الناشطة في ولاية الكاف، حيث كانت تدرس المسرح وتشارك في التظاهرات الفنية المحلية والجهوية، كما ساهمت في تكوين أجيال من الطلبة في مجالات الأداء الدرامي والتعبير الجسدي. وقد نعت العديد من الصفحات الثقافية وفاتها المفاجأة بأسى كبير، وأحدثت هذه الحادثة صدمة كبيرة في صفوف زملاء الفقيدة وطلابها الذين عبروا عن حزنهم العميق، مطالبين بالكشف عن الحقيقة في أسرع وقت ممكن. وتداول عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي صورا وأعمالا سابقة للراحلة مع تعليقات تعكس التأثر والذهول وراء ظروف وفاتها. وما تزال التحقيقات مستمرة حاليا لتحديد ملابسات الحادثة ودوافعها، وفي انتظار ما ستكشف عنه التقارير الجنائية والطبية. ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى شهادات المحيطين بالراحلة خلال الساعات القادمة في إطار البحث التحقيقي المفتوح. رحم الله الشابة الضحية، وربنا يأخذ حقها من القتلة المجرمين، ونسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلتها. تعازينا القلبية لعائلة ومحبين وأصدقاء الراحلة.